باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سؤال بيسأله لنا ربنا في سفر الجامعة اللي كتبه سليمان الحكيم، بيقول كده: لا تكن بارا كثيرا ولا تكن حكيما بزيادة، لماذا تخرب نفسك؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول انك انت مش المفروض تاخد جلابية اوسع من مقاسك، لانك ممكن تتكعبل فيها. بمعنى تاني اللي قاله القديس بولس الرسول: لا نرتقي فوق ما ينبغي ان نرتقي، بل نرتقي الى التعقل. يعني اوقات الواحد تاخده الحماسة فيبتدي يفترض في نفسه قدرة الحقيقة مش موجودة، فيوعد ربنا بحاجة معينة، او يتقمص شخصية روحانية هي اعلى من قامته، من باب المحاكاة او من باب التقليد. ناس كتيرة قوي زمان تعبت لما قرت سير قديسين، ونتيجة القراية اللي قريتها بدل ما تتشجع ارهقت نفسها بنظام فوق طاقتها او فوق قامتها. وهنا يخلينا نرجع لفكرة الارشاد الروحي وضرورة وجود اب اعتراف بيحدد النظام الروحي اللي انا همشي عليه عشان ما اجتهدش. وفي ناس تتقمص كمان الحكمة، فمثلا يكون انسان كده بيلبس توب حكمة بزيادة شوية، بتكون النتيجة ان الانسان بدل ما ينمو هو الحقيقة بيخرب. علشان كده مبدأ الاعتدال في الحياة الروحية هو مبدأ أصيل، والنمو لازم يكون نمو بالتدريج. من اكتر الحاجات اللي بتخوفنا ان الانسان يتنقل نقلات مفاجئة كده 180 درجة، دي بتزعجنا قوي في الكنيسة، لان مش هو ده الطبيعي. مفيش انسان بينام عنده 6 اشهر يقوم عنده 1.5 سنة، لا، احنا بنؤمن بالتدرج، والنمو البطيء بيبقى الحقيقة اقوى بكتير قوي. علشان كده الآية بتاعت النهاردة آية تحذيرية بتقول: عيش في حدود شخصيتك، عيش في حدود قامتك، اطلب النمو ولكن بالتدريج تحت إرشاد أب اعترافك. يبقى لماذا تخرب نفسك هو سؤال النهاردة. أقول لكم إيه؟ صباح الخير.